حاجات ما حدش هيقولك عليها في العمل الحر، وده الجزء الرابع. اتفرج على الفيديو ده للاخر علشان فيه مفاجأة هتفيدكم جدا جدا في الاخر. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وفولو. اهم استثمار انت لازم تعمله في حياتك او في شغلك هو استثمارك في نفسك، لان ده اللي هيفيدك وده اللي هيكون راس مالك الحقيقي في اي شغل انت بتعمله. واهم استثمار انت لازم تعمله اللي انت تتعلم اللغة الانجليزية، لان الانجليزي ما بقاش رفاهية، ده بقى ضرورة وضرورة قصوى كمان. تخيل معايا كده انت بتتكلم عربي، فانت المواقع المتاحه ليك مواقع قليله جدا جدا جدا، والربح عليها قليل جدا جدا جدا. فانت يعني تقدر استيميتد كده في الشهر اللي انت تعمل اكس بس من الفلوس. لكن لو اتعلمت انجليزي وانجليزي بس وما تتكلموش كمان فلوينت، تتكلموا عادي، بتقدر تعمل حوار فقط لا غير. فتتخيل ان انت تقدر تعمل اكتر من 3 و4 و5 اكس بمجرد ان انت بس بتتكلم انجليزي. وعشان كده أنا جبت لك ديل النهارده مع واحده من اهم الشركات اللي موجوده في السوق حاليا، اللي بتتبع اساليب فعلا بتخليك تتعلم انجليزي صح وتستثمره صح في شغلك وفي حياتك كمان. والشركه دي هي شركه ادفانس. ادفانس بتعلم الناس عن طريق الممارسه الفعليه للغه الانجليزيه، مش مجرد كتاب بتاخده وتقراه او محاضر يقعد يشرح قدامك ساعتين 3 ويقول لك كلام وفي الاخر انت ما تمارسش اللغه فعلا ولا تستفاد منها باي شيء من الاشياء. الناس دي انا واثق فيها تماما تماما تماما. ولو انت ما اتكلمتش الانجليزي تعالى يا عم خد الفلوس دي كلها مني. الاوفر بكل بساطه هو 3150 جنيه لمده 3 شهور بدل من 5000 جنيه. يعني تقريبا الشهر واقف عليك ب 1000 جنيه، وده عمرك ما هتلاقيه دلوقتي في السوق. طيب تاخد العرض ده ازاي؟ هتخش عندي على اللينك تري، هتلاقي اول لينك خالص بتاع ادفانس، هتخش تكلمهم وتديهم الكود اللي هيظهر قدامك ده، هتاخد العرض على طول. طيب ايه المفاجاه بقى؟ ان اي حد هيشترك في الكورس ده هيبقى عنده فرصه ان هو يخش الجروب بتاعنا بتاع العمل الحر والاوتوميشن مجانا. زي ما سمعت كده هتخش مجانا. طيب احنا بنعمل ايه في الجروب ده؟ احنا بنتعلم الاوتوميشن وبنتعلم ازاي نشتغل على العمل الحر، وبنمشي خطوه خطوه مع كل مجالات العمل الحر لغايه لما تكسب فلوس فعلا من العمل الحر. يعني انت كده بكل بساطه خدت ال3 كورسات بسعر كورس واحد. ولو مش عارف توصل لللينك تري اكتب لي في التعليقات ادفانس وانا هبعت لك الكود واللينك بتاعهم.